اياك تفكر ان بلندر احسن من 3 دي اس ماكس. في المشروع ده انا اشتغلت على اكتر من برنامج. بدات الموديلنج في البلندر، عملت فيه البيز موديلز، وبعد كده خدت البيز موديلز دي وديتها ل 3 دي اس ماكس عشان اظبط الموديلز بتاعتي وانضفها. كل اللي فات ده عادي جدا ومش جديد عليك. طب ايه بقى الجديد اللي انا استعملته في المشروع ده؟ حاجه اسمها تريم شيتس. وخليني افاجئك واقول لك ان الزخارف والاشكال اللي انت شايفها دي لا هي نحت ولا هي موديلنج، ده تاثير النورمال او البامب تكستشر بتاعه التريم شيت، والبلوكينج بتاعها معمول على 3 دي اس ماكس. وبعد كده انا حطيت التفاصيل في زي برش وحولتها لتكستشر وظبطت الالوان بتاعتها في سبستانس بينت. ركز معايا عشان في مفاجاه قويه في اخر الفيديو، اتقل بس على. بعد كده عملت يو في انراب للمودلز بتاعتي على 3 دي اس ماكس، وخدت المودلز دي وديتها لانريل انجن الهيرو بتاعتي. ابتديت ان انا ارص او اعمل بلوك اوت للمودلز بتاعتي على انريل انجن، بظبط بقى الاضاءات كاميرات. المهم بعد ما خلصت المشهد اللي هو اصلا مستوحى من قصه اساسن كريد، حسيت ان في حاجه ناقصه. طب ايه رايك نحط اساسن ويعمل النطه المشهوره فشخ بتاعت ليبو فيس؟ فبالفعل جبت موديل لاساسن وعملت له ريجنج على ميكسامو. بصراحه كان في شويه مشاكل فعدلتها بنفسي في الويت بينتنج في بلندر. عملت الانيميشن بتاع ليبو فيس، حطيت الكاركتر بتاع الاساسن في انريل انجن وظبطت الكاميرا انيميشن عليه وكله تمام. بس برضو محتاج حياه اكتر في المشهد. عملت نايجرا سيستم وحطيت فيه شجر بقى كده بيطير في الهواء وبتاع، وجو خريف والدنيا ربيع والجو وديع. وبص، خلاصه من الموضوع ان كل واحد بيستخدم التول اللي بتريحه في الحاجه اللي هو بيعملها دلوقتي. يعني مثلا انريل انجن، بص انريل انجن خط احمر ده فشيخ في كل حاجه، ما حدش يتكلم عليه بعد اذنكم، ولا انا ليا ان انا اتكلم عليه. ولو عايز ملف انريل انجن موجود فيه النايجرا سيستم بتاع ورق الشجر اللي بيطير، اكتب ليفز او ورق في الكومنتات. وبس يا سيدي، ده كان فيديو مختلف. ما تنساش تعمل لايك وفولو لو الفيديو عجبك.